يا اهلا باقوى ناس في قناة اقوى افلام. بيبدأ فيلمنا بميجا مايند وهو بيحكي عن رحلته في التحول من شرير لبطل خارق، وبيقول ان مترو مان هو البطل الخارق الوحيد اللي كان يقدر يوقفه عند حده دايما لما كان شرير، وبيحكي عن معركته الاخيرة اللي حصلت ما بينه وما بين مترو مان واللي انتهت بان ميجا مايند قدر يدمره في المرصد القديم. من ساعتها ميجا مايند سيطر على مدينة مترو سيتي وعمل كل الحاجات الغلط اللي كان عايز يعملها، بس برضه ما كانش سعيد علشان ما كانش فيه بطل خارق يمنعه، فقرر ساعتها انه يصنع بطل خارق بنفسه، وفعلا بيعمل عقار وبيحقنه في المصور بتاع روكسان بالصدفة وبيتحول لبطل خارق. وللأسف الواد ده ما بيطلعش تمام نهائي، وبيستغل قوته الخارقة في انه يتحول لشرير اكتر من ميجا مايند نفسه، وكان هيدمر المدينة بالكامل بس ميجا مايند بيقدر يوقفه عند حده. ومن ساعتها حياته اتحولت 180 درجة من شرير المدينة اللي الكل بيخاف منه لبطل المدينة المحبوب. وفي الوقت اللي ميجا مايند بيحكي قصة حياته بيكون في عصابة اسمها فيش جانج بتسرق سمكة ملصعة بالألماظ علشان يبيعوها في السوق السوداء، ولكن ميجا بيجي في الوقت المناسب وبيقفشهم متلبسين مع السمكة. الله أكبر عليك يا عم ميجا. وطبعا ما نقدرش ننسى عم مينيون العسل. المهم واحد من العصابة دي بيرمي سمكة أبو سيف على حوض القرش علشان يعطل ميجا، وفعلا القرش بيطلع من الحوض وفاتح بقه وشكله كده متغداش كويس، ولكن ميجا في آخر لحظة بيقدر يطلع مسدس شفط السوائل بتاعه ويحول بيه القرش المكعب صغير، وبيأمر الروبوتات بتاعته الكتير دي إنهم يحاصروا الأشرار قبل ما يهربوا، وفعلا بيقدر يحبسهم في قفص من الليزر. وقبل ما ميجان يبدأ يتكلم ويفخم في نفسه زي كل مرة الروبوت بيعطل والقفص بيتفك، ففيش جانج بيخلعوا بالسمكة. يا أخي كانت خيبة. ولما بيطلع بره بيلاقيهم مستنينه بدبابة على شكل سمكة وبيضربوه بمدفع المية، فبتجيله فكرة وهي إنه يحدف عليهم المكعب اللي فيه القرش، ومن بعدها بينط فوق الدبابة وبيرش على المكعب مية، ولمن دوره بيرجع القرش تاني لحجمه الطبيعي، وبتكون الدبابة هتدوس عيلة صغيرة بتعدي الشارع، وميجا مايند بيقول يلا في داهية، ولكن ساعتها بيفتكر إن هو اللي بقى بطل خارق والمفروض عليه ينقذها، فبينقذهم في آخر لحظة وبيتقبض على العصابة. وطبعا رجال الشرطة بيشكروه على إنقاذه للموقف، ومينيون بيزعل منه حتى لأنه هو ما شكرهوش مع إنهم أنقذوا الموقف سوا، وبيكتفي بإنه يديله الأوامر وخلاص، ولا كأنه خدام كلب ذليل لي لا مؤاخذة يعني. وبعدها بيشوف روكسان وهي بتنقل الأخبار عن الجريمة اللي حصلت، وإن ميجا مايند أنقذ الوضع زي كل مرة، بس بيبان عليها إنها مكتئبة وعينيها فيها حزن كده فاهم، وده لأنها بدأت تكره وظيفتها، والدنيا بتيجي عليها أكتر لما بتجيلها بنت مشهورة صغيرة اسمها كيكو، واللي بتكون صاحبة أكبر منتدى معجبين لميجا مايند، وبتعمل معاها لقاء صحفي سريع وبتصورها، ولكن ده بيكون من غير إذنها، فبتزعق لها روكسان وبتمشي، فالبنت تسكت لا دي بتهزقها وتقول لها مكبرة الموضوع ليه يا روح أمك، ده أنا عندي مليون متابع وأنت حيالله ما عرفكيش غير كام واحد من اللي بيشوفوك على التلفزيون. وبعدها بثواني بنشوف عمدة مترو سيتي وهو بيكرم ميجا مايند وبيديله المفتاح بتاع المدينة، فبيرميه لمينيون وبيروح يقول كلمته، ومينيون بيزعل جدا من تصرفاته دي وإنه دايما بياخد منه الأضواء وحتى مش بيشكره على مساعدته ليه، فبيشتكي روكسان من اللي بيعمله ميجا مايند معاه، فروكسان بتقترح عليه إنه من النهارده لازم يحترمه ويعتبره شريكه مش مجرد مساعد، ولو ما عجبوش الكلام ده يسيبه ويشتغل أي حاجة تانية. وفي الوقت ده بيكون ميجا مايند خلص كلمته وبتجيله البنت اللي اسمها كيكو وبتطلب منه إن هما يكونوا فريق سوا، فبيرفض وبيعرفها إنه بيشتغل لوحده، وعلشان ما تزعلش بيديها قنبلة يدوية كهدية. يا أخي ده أنت أحرجتنا بذوقك والله. ومن بعدها بنشوف مينيون بيروح لميجا مايند وبيعرفه إنه زعلان منه بسبب كل اللي بيعمله معاه ده، وإنه المفروض يحترمه ويقدره أكتر من كده، فميجا مايند مش بياخد كلامه جد، فبيسيبه مينيون وبيمشي بعد ما بيقرر إنه هيبطل شغل معاه وبيغير اسمه لأولد تشام. وفي الوقت ده بيكون في مجموعة من الأشرار القدام اللي كانوا زمايل ميجا مايند زمان واللي مسمين نفسهم نقابة الموت، وبيكونوا محتجزين في السجن وبيستغربوا إيه اللي مخلي ميجا يسيب عالم الجريمة، وده طبعا بعد ما قدر يسيطر على المدينة بالكامل، فبيستغلوا قوتهم الخارقة في حجز الحراس وبيطلعوا بكل بساطة بعد ما بيهيموس أيوه هو اسمه بيهيموس، المهم بيهيموس ده بيدمر لوحة التحكم وبيفتح البوابات. وبعدها بنشوف روكسان وهي سايقة عربيتها وبيظهر لها رسالة بالهولوجرام من ميجا مايند واللي بيكون بيطلب فيها إنها تلحقه بسرعة علشان في مصيبة بتحصل دلوقتي، فبتتخض روكسان، ولما بتروح له بتكتشف إن الموضوع المهم اللي ما ينفعش يتأجل ده هو إنه مش عارف يتعامل مع المحمصة بتاعة العيش، فبتعلمه إزاي يتعامل معاها. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت إنذار عالي، فبيطلع ميجا بره وبيشوف في إيه، فبيتفاجئ بفريقه القديم مستنينه بره، فبيحاول يهزر ويضحك معاهم وهو في الحقيقة مرعوب وبيحاول ما يظهرش ده، فبيفتكر الفريق إن هو بيمثل على أهل المدينة إنه بقى بطل خارق، وإن اللي بيعمله ده هو مجرد جزء من خطته وبيحتفلوا بيه. وروكسان بتبقى واقفة وشايفة كل اللي بيحصل ده، وبتاخد ميجا مايند على جنبه وبتقول له أنت ما عرفتهمش إن أنت فعلا بقيت بطل خارق ليه؟ فبيعرفها إن هو اللي كان منظم الفريق ده ومش هيقدر يوقفهم لوحده، فهيفضل مكمل معاهم إن ده جزء من خطته الشيطانية لغاية ما يلاقي خطة يقدر يوقفهم بيها.
عليها وبيطلب منها انها تعرف عمدة مترو سيتي على اللي بيحصل. وفي الوقت ده بيبدأ يتظاهر ان هو شرير من تاني وبيدمره في المدينة، ولكن في المداري كده بيكون بيبعت الرجالة الآليين بتوعه علشان يصلحوا الخراب اللي بيحصل في المدينة كلها. وكيكو في الوقت ده بتشوف الدمار اللي بيحصل وزيها زي اي بلوجر مكانها قالت لا ما ينفعش تفوتني الفرصة دي، وبتطلع تليفونها وبتبدأ تصور كل اللي بيحصل. وفي الوقت ده كانت هتقع عليها شاشة كبيرة فبيقدر يلحقها ميجا قبل ما تقع عليها بلحظات، ويروح يلحق العصابة وبيعرف ان هم عايزين يسرقوا بنك، فبيحاول يقنعهم ان هم مش هيحتاجوا للفلوس وان هم كده كده بيعملوا كل اللي عايزينه في المدينة، فمش بيقتنعوا بالفكرة بس بيوافقوا ان هو يدخل قبلهم. وبيحاول يخلي اللي في البنك هاديين جدا علشان محدش يتأذى بس مش بيقدر، فبتتصرف وقتها كيكو وبتعرفهم ان كل اللي هيحصل دلوقتي هو مجرد محاكاة عن التصرف الصح اللي ممكن يعملوه لو حصل سطو مسلح حقيقي على البنك. وساعتها مدير البنك والعملاء بيهدوا وبيسيبوهم يسرقوا براحتهم على اعتقادهم ان كل اللي بيحصل ده مش حقيقي. وبالليل بيكون ميجا مايند عايز ينام لكنه بيفتكر ان العصابة عاجلا ام اجلا هتكتشف ان هو بيخدعهم وهيخلصوا عليه. وقتها بيبص على صورته مع قولة شامبو وبيفتقده، ولما يحاول ينام للمرة التانية بيصحى على صوت موسيقى عالي بره، ولما بيطلع بيلاقي العصابة عاملين حفلة فيها كل اشرار المدينة وبيكون بمناسبة ان هم هيدمروا المدينة بالكامل. ووقتها بيدخل عليهم عصابة فيش جانج وبيخاف ميجا مايند انهم يعرفوا العصابة بالحقيقة وانه فعلا بقى بطل خارق وان اللي بيحصل ده مش جزء من خطته ولا حاجة. بيطلع مسدس الليزر بتاعه وبيسحب من اجسامهم السوائل وبيحولهم لمكعبات، وبعد ما بتخلص الحفلة بيطلبوا منه يعرفهم بخطته وبيعمل لهم عرض بيشرح فيه خطته، وهي انه حاطط صواريخ تحت المدينة بالكامل هتقدر تنقلها للقمر. فبتطلب منه ليدي دوبلر انه يبدأ في تنفيذ العملية، فبيعرفها انه نسى الرقم السري بتاع أوضة التحكم في الصواريخ. ووقتها بتتنرفز منه وبتعرفه انه قدامه 24 ساعة بالظبط لو معرفش يتصرف فيهم هتبدأ هي تدمر في المدينة بطريقتها، وبتسيبه تمشي هي وباقي أعضاء الفريق. وقتها بيفكر يرجع يصالح صاحبه أوليت شامب لأنه أكيد هيقدر يفكر معاه في خطة ينقذ بيها المدينة، بس بيتفاجئ بأن المطعم اللي عمله نجح لدرجة إنه ما كانش عارف يدخل غير لما يقف في الطابور، وهو ما كانش قدامه غير 24 ساعة بس وكان محتاج كل دقيقة. ووقتها بيضطر يلجأ لكيكو اللي بتكون عارفة إن موظفة الاستقبال بتخاف من الحشرات وبتحط لها صرصار على كتفها فبتطلع تجري، وبيقدروا يدخلوا للمطعم بسرعة قبل ما ترجع لهم تاني، بس بيتأكد إن صاحبه عاجبه شغله الجديد وما بيظنش إنه هيوافق يرجع مساعده تاني بعد ما بقى ليه شغله الخاص، فبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع للمخبأ السري بتاعه بيلاقي العصابة كلهم متجمعين وبيتفرجوا على التلفزيون، فبيطلب منهم يتجمعوا في مكان واحد علشان يتصور معاهم صورة تذكارية قبل ما ينفذوا خطتهم الشيطانية. بس طلع بيخدعهم وبيحبسهم في قفص من الليزر وبيحكي لهم بقى فعلا إنه ساب الإجرام وبقى بطل خارق للمدينة وقد إيه هو جامد وقدر يحبسهم. وصورة إيه اللي أنا عايز أتصورها معاكم دي شوية أغبياء، وكان لسه هيكمل تهزيق فيهم بس يا فرحة ما تمت. الروبوت اللي كان محاصرهم عطل فجأة والقفص اتفك، فليدي دوبلر بتقول له سمعت إنك كنت بتقول حاجة علينا كده أغبياء مثلا صح؟ فبيقول لها إزاي يعني أغبية مين؟ أنا لساني كان يتقطع قبل ما أقول حاجة زي كده عليك يا ست الناس. وساعتها بيعرق جامد من التوتر، وفي الوقت ده بتنزل نقطة مية على المكعبات اللي في جيبه وبتحرر أعضاء فريق فيش جانج وبيعرفوهم بكل حاجة، مش محتاجة تسخين يعني والله ولا عينة لوحدها. وقتها بيتنرفز بهيموث وبيهجم على ميجا مايند، ومن بعده نايتي نايت ولكن بيقدر يهرب منهم، وبيجيله بايرو بيقدر يعمله تنويم مغناطيسي، وليدي دوبلر بقوتها الخارقة بترفعه لفوق وبتحاول تكتفه في كرسي، بس لحسن الحظ الكرسي ده بيكون موجود عليه صواريخ واللي بتخليه يطير بعيد عنهم. ليدي تسكت لا بتطير ورا منه وبتفجره بالكرسي، وطلع العصابة كلها بيفتكروا ان ميجا مايند مات بس بيكون لسه عايش وقع في البحر قبل الانفجار بلحظات. وروكسان ما بتكونش مصدقة انه مات وبتقلب عليه الدنيا لغاية ما فعلا بتلاقيه، وبيكون متنكر على هيئة متسول علشان يفضل في نظرهم انه مات وانه خلاص تخلى عن فكرة انه يكون بطل خارق للمدينة. فبتحاول تقنعه روكسان انه يقدر ينقذ الموقف ده زي كل مرة، وده طبعا لو قدر يرجع يتعاون مع صاحبه القديم تشام، وفعلا بيقتنع بكلامها وبيقول له احنا لازم نروح له المطعم دلوقتي لان مفيش غيره اللي هيقدر يوقفهم عند حدهم معايا. بس بيكتشف ان روكسان اصلا كانت جايباه معاها وكان موافق ان هو يتعاون مع ميجا مايند تاني. وفي الوقت ده نقابة الموت بتحاول تدمر الباب اللي ورا اوضة التحكم في الصواريخ اللي هتشيل المدينة بالكامل وتحطها على القمر، بس مش بيقدروا يدمروه لان هو مطلي بالتيتانيوم. ويكون قدر ميجا مايند مع فريقه بعد ما اتحدوا مع بعض انهم يعملوا خطة يوقفوا بيها عصابة نقابة الموت، وبيروحوا للسوبر ماركت وبيجيبوا الادوات اللي هيستعملوها في الخطة. في الوقت ده بتكون العصابة اخيرا قدرت تدمر الباب وبيدخلوا، ولكن بيتفاجئوا ان ميجا مايند وروكسان طالعين على الشاشة في بث مباشر وان ميجا مايند لسه عايش وما ماتش. فليدي دوبلر بتضغط على زرار اطلاق الصواريخ وبتطلع مع الفريق كله بره علشان يخلصوا على ميجا، وهو فعلا كان عايزهم يطلعوا بره علشان في الوقت ده بتكون كيكو وتشام بيدخلوا من ممرات التكييف المركزي، بس بينسوا انهم كانوا حاطين اسلحة مدمرة في المكان ده لاي
حد غريب يفكر يدخل المكان، وقبل ما يتدمر تشام بلحظات بيقع والأسلحة بتدمر نفسها، وبنقول بقى خلاص هيقدر يلحق الدنيا، ولكن بتطلع روبوتاته بتطير وراه وبيقدروا يدمروا بدلته الحديدية وبيطير منها، وبيضطر انه يتنطط لغاية ما يوصل لأوضة التحكم. ولما بيوصل بيكتشف ان اللي حصل له ده ما كانش كفاية، علشان في الوقت ده بتظهر له عصابة فيش جانج، وفي الوقت ده بتكون المدينة بدأت تطير بفعل الصواريخ المتثبتة تحتها، والكل بيكون مرعوب من اللي بيحصل. بس بتحاول روكسان وكيكو انهم يطمنوا السكان وتقول لهم يرجعوا لبيوتهم، وبنرجع لتشوم اللي بيقدر يهزم العصابة لوحده. ما تسألنيش ازاي، هو المخرج عايز كده، وبيضغط على الزرار اللي بدوره بيعطل الصواريخ، والمدينة بتبدأ تقع بسرعة، ولما مفيش حد لحق الدنيا المدينة هتتدمر بالكامل. وبيتصل بيه ميجا مايند علشان يعرفه ازاي يستعمل التحكم اليدوي في الصواريخ، بس تشوم ما كانش قادر يتحرك من نقص المية اللي عنده، فميجا مايند بيبعت له بغبغان آلي وبيرطبه بكوباية مية تفوقه شوية كده. وفي الوقت ده ميجا مايند بيستخدم جهاز تغيير الشكل على نايتي نايت واللي بيتحول شكله لميجا، واول ما بيشوفه باير بيعمل له تنويم مغناطيسي، وهو مشغول في تنويمه ميجا مايند بينزل عليه صبة اسمنت بتمنعه من الحركة، وليدي دوبلر بتشوف ميجا مايند فبتحاول تمنعه، فبيستعمل قوتها الخارقة ضدها وبيصعقها بالكهرباء، وما بيتبقاش غير بهيموث، وده اقوى واحد فيهم واكتر واحد غشيم في العصابة كلها. وقبل ما يخلص على ميجا مايند بلحظات روكسان بتخبطه بعربية المطافي، وبيفتكروا وقتها انهم خلصوا على الفريق كله، بس بيفوق نايتي نايت بيستعد انه يخلص عليهم، بس كيكو بتستعمل القنبلة الضوئية انها تخلص عليه بيها، وفعلا بتنجح في كده. وبيروحوا للمختبر بسرعة علشان يلاقوا تشوم مش قادر يشغل نظام التحريك اليدوي، ولما بيتحدوا كلهم بيقدروا ان هم يشغلوا النظام وينقذوا المدينة في اخر لحظة. وبعد ما بينقذوا الوضع بيظهر العمدة اللي كان مختفي في الفترة اللي فاتت، وبيرمي اللوم كله على ميجا مايند وان هو السبب في الدمار اللي حصل ده كله. فروكسان هي اللي بترد عليه وبتقول له ان ميجا مايند اللي مش عاجبه ده خاطر بحياته واحنا معاه علشان ننقذ المدينة، وده طبعا في الوقت اللي انت كنت مستخبي فيه يا عم العمدة. فبيسيبها ويمشي بعد ما بيعرف ان فعلا معاها حق. وبعد كام شهر بتحصل انتخابات لاختيار عمدة جديد، وروكسان بتترشح للانتخابات، وبسبب شعبيتها الكبيرة بعد ما انقذت المدينة هي وميجا اغلب السكان اختاروها انها تكون هي العمدة الجديد، وفعلا بتنجح في الانتخابات وبتكون هي العمدة الجديدة لمترو سيتي. في الوقت ده بيكون افراد العصابة متجمعين في السجن، وبتجيلهم زيارة مفاجأة من شرير جديد باين عليه انه اقوى منهم كلهم، وخطته الجديدة في تدمير مترو سيتي محدش يتوقعها. وبكده نكون خلصنا ملخص فيلم النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الافلام. سلام.